السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم ريش بوند، يعني اللي محبوبة الجماهير ومعروفة عند المغاربة. كلشي كيبغيها وكيحماق عليها. خفيفة ورطبة وهشيشة، والمقادير ديالها ساهلين، ما كتحتاجش المقادير بزاف. باش ما نطولش عليكم في الفيديو، عندنا ليمونة. كيف ما كتشوفوا ليمونة قشرناها حنا نيشان، درناها في القصريه، قشرناها. قبيسه ديال الملحه، كاس مع مرش ديال الكوك كيف ما كتشوفوا، جوز الهند، زلافه ديال سنيده، سكر سنيده، زلافه ديال الزيت، جوج ساشيات ديال فاني، 4 ديال لي ساشي ديال خميره الحلويات، 6 ديال البيضات. انا درت هنا 4 ديال السلايف ديال الطحين مغربلاه. الطحين على حسب الخليط، يعني شو الا كفاني راه غادي هو هذاك، كان ناقص راني غادا نزيد الطحين. بالنسبه لهاد المقادير اللي عطيتكم دابا، راهم ديال مدوبلين، يعني جوج ديال المقادير. بالنسبه اللي غير يعني اللي بغى يدير نص، تقدروا ديروا غير نص ديال المقادير. دابا غادي نبداو على بركه الله باش نبداو نخلطوا. هذه راها زوينه بزاف وكتوجد في ساعه، يعني ما كتاخذش الوقت بزاف. بالنسبه للكوكو الكوفيتير تاع الحلوه، راه غادي تنطيبوها، عاد غادي نخلطوا بها ان شاء الله. البيضات راه حنا غسلناهم، وغادي نبداو دابا نصايبوا باش نخلطوا. دابا العواشر كيف ما عارفين، العواشر ضروري، حنا ملي كيكون كيقرب العيد خاص ضروري، المغاربه معروفين بالحلويات. صافي غادي نبداو نخلطوا في البيض ديالنا مع القشره ديال الليمونه محكوكه. هاد ريش بوند او قبيصه ديال الملحه. هاد ريش بوند هادي ما غاديش نديروها بالزبده، يعني غادي نديروها غير بالزيت. غنضيفوا دابا سنيده كيف ما شفتوا. نعاود نقول لكم، هاد المقادير راهم مدوبلين، الا بغيتو ديروا غير نص المقادير تقدروا ديروهم، يعني كاس العبار بالكاس و فانيا وحده وثلاثه البيضات، كاس الزيت. نضيفوا دابا فاني. نضيفوا دابا الزيت بالتدريج، بشويه بشويه. كيتخدم السكر والبيض، السكر والبيضه في الزيت. حتى كيتخلط مزيان السكر والبيض، ما تبقاوش تحسوا كاع بدوك الحبيبات ديال السكر كيذوبوا، عاد كنضيفوا الزيت من بعد. كيف ما كتشوفوا ملي تخلط هادشي مزيان، غادي نضيفوا داك كاس قل ربع ديال الكوك. ما تكثروش الكوك باش ما تجيش ريش بوند ناشفه، الحلوه ما تجيناش ناشفه الا كثرتو من الكوك، غير كاس قل ربع. كتجي مفركه النص داكشي، كتجي بحال حلوله، اه كتجيش مدقصه بحال كتجيش مدقصه، اي كتجي زوينه. دابا غادي نضيفوا الخمارات، كيف ما قلت لكم 4 ديال الخمارات حمرين، غادي نغربلوهم باش ما يبقاوش دوك الحبيبات، وغادي نكملوا التخلاط ديالنا. دابا غادي نبداو نضيفوا في الطحين. كما قلت لكم غنبقاو نضيفوا زلافه بزلافه باش نعرفوا شحال القياس بالضبط ديال الطحين اللي غادي نستهلكو. الزلافه الاولى،
هاد الزلافه الثانيه ضفناها. غادي نبقاو هكا حتى نجمعوا العجينه ديالنا. كيف ما كتشوفوا حنا جمعنا العجينه ديالنا، راه عطاتنا 3 زلايف ديال الدقيق ونص، يعني 3 زلايف ونص ديال الدقيق اللي هزت لينا. وكيف ما كتعرفوا راه على حسب الطحين، يعني كاين الطحين اللي كيشرب، كاين الطحين اللي ما تيشربش. المهم حنا هزات لينا 3 زلايف ونص. صافي دابا غادي نبداو نكوروا فيها، نصايبوها كويرات وغادي نبداو نديروها في الطاوه ديالنا. بسم الله. ملي جمعنا العجينه ديالنا غادي نصايبوها كويرات كيف ما كتشوفوا. ها هي في اليدين، ملي كتشوفوها ما لصقاتش في اليد يعني عرفوا راه هي هذيك ريش بوند، هي ديك الحلوه. اللي عنده ورق الطبخ يقدر يديرو في الطاوه، اللي ما عندوش يدهنها غير بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش. صافي ونبقاو نديروها كويرات بحال هكا، وما نديروهاش كبيره حيت الشيء اللي درناها كبيره غادا تشتت، ملي غتدخل الفران غادي تكبر. اللهم نديروها صغيره باش كتجي زوينه. صافي غادي نبقاو بحال هكا حتى نساليوها كامله وندخلوها للفران. كيف ما كتشوفوا من بعد ما طيبنا الحلوه ديالنا، غادي ناخذوا الكوك كيف ما كتعرفوا اللي هو جوز الهند، غادي نحطوه وغادي ناخذوا الكونفيتور السائل يعني ديال الحلوه، وغادي نديروه شويه فوق النار. هذا الكونفيتور هذا باش ملي يدفى لينا هو اللي غادي نطفيو فيه الحلوه ديالنا. كيف ما كتشوفوا هذه الحلوه ديالنا غادي نطفيوها فيه ونفندوها في الكوك ديالنا. نسيت ما قلت لكمش راه ملي سخناها راه ضفنا ليها شويه ديال ما زهر باش كتعطي حتى النكهه حتى هي كتعطيها. والمزهر كما عارفين النكهه ديالو زوينه. صافي ودابا غادي نبداو نطفيو الحلوه ديالنا في الكوفيتير وندهنوها في الكوك. وغادي نبقاو بحال هكا حتى نساليو كاع الحلوه ديالنا. وكيف ما كتشوفوا بعد ما حنا دابا سالينا الحلوه ديالنا، هذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي. راها كتجي رطبه وهشيشه ولذيذه بزاف. نتمنى تجربوها وتردوا عليا كيفاش جاتكم. ان شاء الله خليتكم على خير حتى الفيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.